نبدأ ببركة ربنا. النهاردة هنوزن ونطمن معاكم على الأوزان، وعايزة أقول لكم إن درجة الحرارة 40 يا جماعة. نخلي بالنا النهاردة الفيديو مش طويل عشان أنا التليفون بيصرخ كده وسخن يعني، وكل شوية يجيلي إنذار إن التليفون عايز يبرد. يعني هصور فيديو بسرعة معاكم. وعايزة أقول لكم حاجة، اني انا كمان اطمنكم، الاوزان عندي ضعيفه على فكره برضو، يعني مش حلوه. اوزان الصيف تختلف عن الشتاء، فاللي بيشتكي من الاوزان ان هي ضعيفه اطمنه، ده عادي في الصيف. وان شاء الله بعد ال30 الاوزان هتحول معاكم وتبقى كويسه. طمنينوا انتوا على الاوزان بتاعتكم وتعالوا نوزن بسرعه علشان الفيديو ما يطولش عن كده. هنبدا بقى كده، مش عايزه افرهدهم طبعا. اخر مره وزنت معاكم كانت الاوزان من كيلو وربع لكيلو، تمام. وعشان العدد كان كبير كمان فكان في تفاوت في الاوزان وكانت الاوزان ضعيفه. فتعالوا بقى نشوف وصلنا لحد فين في الاوزان. النهارده 24 زي ما قلت لكم، تمام اهو. الحمد لله يعني يعتبر كيلو وربع اهي، تعتبر كيلو وربع الحمد لله. يعني زادوا ربع كيلو عن مكان، واللي هو مكان كيلو الا ربع بقي كيلو الحمد لله. يعني زادوا ربع كيلو في 4 ايام. دي كانت كيلو الا ربع الحمد لله، وزنها ظبط. تعالي انتي اهو. شايفين الاوزان؟ مش عندكم انتوا بس على فكره، عندنا كمان. اجيب لكم من جوه بسرعه، نوزن بسرعه جوه. تعالي انتي، انا مش عايزه افرهدهم اهو. اهي الاوزان الحمد لله. كان في نص كيلو، كيلو الا ربع الحمد لله ما فيش دلوقتي. والاوزان ابتدت تظبط معايا شويه من ساعه ما خفتهم شويه وحطيت شويه الناحيه الثانيه. طبعا مش هوزن الناحيه الثانيه، هتبقى نفس الاوزان علشان الفرهده والحر. عايزه اقول لكم حاجه بسرعه بالنسبه للحر. بصوا انا طول ما انا قاعده بعمل ايه اهو على الحيطان اهو اهو. النهارده درجه الحراره 40 زي ما قلت لكم، فنخلي بالنا كمان يا جماعه. لو عندكم ريفو حطوا على كل سقايه قرص واحد بس، ما تملوهاش كلها كده، يعني نص السقايه حطوا قرص واحد عشان لو جسم الفرخه سخن ولا حاجه يبرد معاكم، تمام. طبعا دايما نغير الميه باستمرار، يعني الميه نغيرها دايما علشان الحر. طبعا انا فاتحه معاكم فتحه التهويه دي اهي، والباب اهو، تمام كده. خلاص كده عايزه اطمنكم الاوزان مش عندكم بس انتوا اللي ضعيفه. الدوره دي في ناس كتيره بتشتكي منها. الدوره دي اللي جاب معايا انا، ناس كتيره جابت معايا في الدوره دي بتشتكي من الاوزان، تمام. فما تطمنوا ان شاء الله، مع يعني بعد ال30 هتلاقوا الدنيا اتظبطت معاكم والفرخ بقى بدا يحول معانا. فاحنا نحاول نخلي بالنا. طبعا انا ما عنديش اي امكانيات ولا مروحه ولا اي حاجه، فبتصرف على حسب الامكانيات اللي عندي. برش ميه، بحط ريفو، ما عنديش مروحه ولا حاجه، فايه بتصرف على حسب الامكانيات اللي عندي. بطلع حوالي 5 6 مرات اغير الميه دي. انا لسه مغيراها حالا ومغيره للطيور كلها الميه. فده لازم طبعا عشان ما بنحطش ميه ساقعه علشان زور الفراخ ما يتعبش وكمان ما يجيلهمش برد، تمام. خلاص كده بقى كفايه عشان التليفون ولع مني، تمام كده. لو عايزين اي حاجه ولا حابين تسالوا على اي حاجه انا تحت امركم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر